وانت بتكتب بيبقى ليك طقوس معينه قبل ما تكتب، مثلا بمعنى ان انت موضوع البيئه البيئه المناسبه للكتابه، هل في حاجات معينه بتحب تبقى حواليك وانت بتكتب، ولا انا ممكن اكتب في اي حته وفي اي وقت وفي اي حاجه؟ سؤال حلو قوي يا اسامه. سؤال حلو قوي يا اسامه. في فيلم ولاد رزق احمد داوود قال له سؤال حلو قوي. سؤال حلو قوي والله سؤال حلو، لان هو فعلا بص، الكوبي رايتر المفروض يكون بيعرف يكتب زي ما بقول لك تحت اي ظرف. حلو. لان انت لو انت شركتك بتحتم عليك ان انت تروح الشركه كل يوم، والشركه دي دوشه وفيها قلق وكده، انت مطالب ان انت تطلع الافكار وتكتب في البيئه دي. لو انت شغال فروم هوم وقاعد في اوضتك ومستريح جنبك ومروق هناك وكده، لازم تعرف تشغل، ما تفخدش بقى، لازم تعرف تطلع فكره. بس المود بيفرق. يعني انا اخر سفريه لما كنت في الامارات جات لي فريلانسيه كده. الفريلانسيه دي كانت من اسلس الحاجات اللي كتبتها. كنت قاعد في فندق ومستقنيس وبتاع، طلعت بسهوله جدا. والساعه 4 الفجر، الكلام ده الساعه 4 الفجر، فاهم؟ بكتب وفي ميتنج وبتاع، هيسيبوني نص ساعه وهنرجع عشان هنقدم بكره والكلام ده. في ضغط بس انا مش حاسس بيه، انا البيئه بتاعتي مساعداني. اتكتب بسرعه جدا ونزل، وجاي عليه فيدباك هايل، يعني اعلان حلو جدا. برضه لو هنتكلم على من ناحيه السينما، كان استاذ وحيد حامد بيقعد في الفندق قاعدين في الترابيزه بتاعته، بيفرق قوي، بيفرق قوي، بيسرح تحت ويكتب بقى افلام. وفي الفن برضه في يعني كنت برضه بروح فندق كده، روف توب في فندق معين، ويقولوا لي احمد، الفنان احمد مالك بيجي يقرا هنا السكريبتات وما اعرفش ايه بالظبط. حتى لو بيحضر الكاركتر، فالمود بيفرق. بس انت مطالب ان انت تعرف تكتب، سواء في الميكروباص. يعني انا بيجي لي تعديلات وانا راجع في الاوبر مثلا، او انا راكب ميكروباص، او انا ما اعرفش ايه. لازم تكون تعرف بتيجي مع الخبره اكتر ان انت كتبت حاجه شبهها قبل كده. بس طبعا الاعلان اللي هو اعلان مش انت ما اتزنقتش قوي ان انت تكتبه في الميكروباص، لان انت عندك اسبوع مثلا عقبال ما تقدمه. فانت ممكن تجيلك فكره معينه خاطره تكتبها في الميكروباص، لكن هتكتبه عادي وانت قاعد في الاوضه او في المكتب او كده. لكن مثلا كابشن سريع لازم ينزل دلوقتي، فممكن تكتبه بسرعه، فممكن تكتبه وانت على الطريق. عنوان فيديو على اليوتيوب مثلا، زي ما بتبعت لي كده تقول لي هنكتب ايه.